معقول هنعمل كل الجمال ده من حاجات كده موجودة عندنا في البيت؟ مش هنحتاج كريمة ولا زبدة ولا أي حاجة مكونات صعبة كده ومش موجودة. يلا بسرعة ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو برحب بكل الناس الجديدة اللي معايا، وأنا مستنية كل تعليقاتكم اللي بتسعدني جدا. ولو انتوا جداد على القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. اول حاجة انا هيكون معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وبقول بدرجة حرارة الغرفة علشان البيض بيبقى جيلاتيني قوي، فمش هنقدر ان احنا نضربه غير لما يكون درجة حرارته مش باردة قوي. هضيف عليه كوباية من السكر وهقلب شوية. انا هعمل الوصفة دي بالمضرب اليدوي، مش هستخدم ولا اي حاجة خالص. هضيف كمان نص كوباية من الزيت كفاية جدا، وكوباية حليب. هحط طبعا 2 ظرف من الفانيليا، وهفضل اضرب كده شوية لحد ما السكر يدوب. بصوا انتوا هتبدأوا تضربوا حاجة بسيطة كده وهتلاقوا السكر داب بسهولة. حطيت كمان غطا واحد من الخل. بصوا انا يعني جريت بس الفيديو، لكن هو ده التقليب اللي انا قلبته. هضيف عليهم معلقتين من الكاكاو الخام، طبعا ده كاكاو مش محلى. معلقتين كفاية جدا، بس معلقتين مليانين. هقلب بقى كل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده، انا بعمل بالمضرب اليدوي بس. هضيف عليهم نص باكت من اي قهوة سريعة الذوبان، اي نوع. بعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق وظرف بيكنج باودر او كيك شيف. انا حطيت كيك شيف، بس لو متاح عندكم بيكنج باودر عادي شغال برضو. هنقلب بقى لحد ما الدقيق يختفي. انتوا هتلاحظوا ان السكر خلاص ما بقاش يعني مرمل او كده، هتلاقوه خلاص ابتدى تقريبا يدوب. هحط بقى في أرضية الصينية بتاعتي، أنا استخدمت صينية مقاس 22. هحط فيها ورق زبدة. أنا بدهنها الأول زيت، وبعد كده بحط فيها من تحت بس ورق زبدة. الفرن بيكون سخن قبل ما نبتدي الكيك على طول، بنشغل الفرن ونبقى معليينه. بس طبعا أول ما هندخل بالكيك هنوطي الفرن لحد درجة حرارة متوسطة، تقريبا 170. لو ما عندكوش درجات حرارة او اتمسحت، يعني هتخلوا الفرن مش عالي قوي، لا ما بين العالي والواطي. هعمل بقى الصوص بتاعه: كوباية حليب، نص كوباية زيت، وكوباية الا ربع من السكر، وهحط 3 معالق من الكاكاو الباودر. وهحط بقية الظرف اللي احنا استخدمناه بتاع القهوة سريعة الذوبان. هي بتدي بس يعني طعم غني شوية للشوكولاتة. هقلب بقى كل ده مع بعضه وهضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، وهيدينا قوام تقيل كده. وكل ما هنضرب هيتقل معانا القوام اكتر. انا بالنسبه لي القوام كده كفايه جدا، ما كنتش عايزه اضرب اكتر من كده، علشان انا عايزاه يبقى برضو سائل شويه واعرف افرده على الكيك بسهوله لما يطلع من الفرن. هختبر بقى الكيك بتاعي بعود خشبي. احط العود الخشب، لو طلع نضيف يبقى كده الكيكة استوت. وكمان ممكن اضغط عليها لو حسيت ان هي اسفنجية وبتطلع تاني معايا تمام، يبقى كده الكيكة جاهزة. تطلع بقى من الفرن على طول ابدأ اقلبها واسقيها. كده انا قلبتها، وهبدأ بقى انزل عليها بالصوص الخطير قوي ده. بجد يا جماعة ده أسهل صوص جناش، يعتبر كمان اقتصادي، من غير زبدة، من غير كريمة، من غير شوكولاتة. يعني بجد جربوه هيعجبكم جدا. الكيكة كمان سكرها مظبوط جدا مع الصوص ده، بجد حاجة كده روعة. تقدروا تعملوها لأعياد ميلاد، تعتبروا ان هو ده جناش. لو دخلت التلاجة كده هتطلع زي الإزاز. هنقطعها بقى مع بعض واوريكم هي قد ايه هشة. على فكرة الكيكة سخنة جدا زي ما انتوا شايفين. الصوص ما وقعش من عليها عشان هو تقيل شوية. يعني احنا لو خففناه اكتر من كده ما ضربناهوش كتير، طبعا هيبقى اخف ويقع اكتر، يقع اسرع. فاحنا عايزينه كطبقة كده. وطبعا الكيكة كمان سخنة، انا عايزة اقول لكم لو قعدت في التلاجة شوية بتمسك نفسها جدا، بتبقى خطيرة. بس احنا الحقيقة كلناها سخنة بقى عشان نتدفى. الجو في اسكندرية مش قادرة اوصف لكم قد ايه ساقعة. زودوا بقى صوص براحتكم، واستمتعوا بقى بأحلى كيكة شوكولاتة غرقانة شوكولاتة حرفيا. شايفين الكيكة مرتفعة كمان ازاي؟ طبعا لو عملناها في قالب أكبر من كده أكيد ارتفاعها هيكون أقل شوية. مقاس الصينية بتاعتي كان 22، تقدروا تعملوه أكتر من كده أو أقل من كده. أخدت معايا حوالي ساعة إلا ربع
زي ما قلتلكوا درجة الحرارة متوسطة. قوموا بقى جربوها، ومستنية رأيكم في التعليقات، واشوفكم بقى في فيديو جديد.